ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة تومانينو. انا مصطفى بقدم محتوى عن هوايتي والحاجة اللي بحبها من صغري وهي الفيديو جيمز. امبارح وانا قاعد بقلب في اليوتيوب لقيت التريلر بتاع لعبة باتل فيلد 6 نزل، وعلى عكس المتوقع مني تماما لقيت نفسي متحمس للعبة دي، مع ان اخر تجاربي معاها ما كانتش حلوة خالص، لدرجة ان انا شايف ان اخر جزء نزل وهو باتل فيلد 2042 ده يعتبر اسبل لعبة باتل فيلد انا لعبتها في حياتي، وممكن من أسوأ ألعاب الshooting اللي أنا لعبتها بصراحة، وده شيء صعب يطلع مني أنا بالتحديد لإني Battlefield fanboy من صغري، بالتحديد من أول لعبة Battlefield 3. بس زي ما قُلت لكم تحمست جدًا للعبة، خصوصًا إن في جزء أتوقع هيكون كبير جدًا ومهم جدًا في اللعبة هيكون في مصر، بس سرعان ما تحوّل الحماس ده لخوف إن هي ممكن تتمنع عندنا في مصر أو في الشرق الأوسط، خصوصًا إن دي مش أول مرّة يحصل فيها موضوع المنع ده لألعاب Battlefield في المنطقة عندنا، لإن لو تفتكروا Battlefield 3 اتمنعت من 3 دول في المنطقة وهُم السعودية والإمارات وإيران في وقت صدور اللعبة، لإن اللعبة كان فيها مشاهد بتتضمن تخريب أو قصف المدن في الأماكن دي، بس إحنا كده هنوصل لها يعني مش هنضحك على بعض، إحنا كلنا تقريبًا عندنا أكونتات تانية سواء بقى ستور أمريكي أو تركي أو أرجنتيني أو غيره. المهم يالّا بينا نشوف التريلر سوا ونحلّله يعني ندّي نظرة سريعة كده أو رأي سريع، بالذات الحاجات اللي بتخُص مصر أو اللقطات اللي ظهرت فيها مصر في التريلر. بيبتدي التريلر برئيس أمريكا وهو بيصدر بيان بيمنشن فيه مجموعة اسمها باكس أرماتا ميرسينيريز، ودي المجموعة اللي بنشوفها أكتر من مرة بعد كده طول التريلر، وعلشان تعرفهم هم الناس اللي بيلبسوا لبس بيبقى أسود، لبس عسكري لونه أسود كده، وده ظهر زي ما أنا قلت لكم أكتر من مرة بعد كده. ومن البيان أو الخطاب اللي بيقوله الرئيس ده بنفهم إننا على أعتاب حرب عالمية تالتة اللي ما كناش دخلنا فيها أصلا. الحرب العالمية دي بتشارك فيها أكتر من دولة علشان تتصدى لمجموعة الباكس أرماتا دي. بعد كده التريلر بياخدنا اللقطات من اللعبة ولكنها مش جيم بلاي فوتج، يعني خلي بالكم لأن في ناس كتير بتقول إن دي جيم بلاي فوتج ولكن لأ، دي حاجات سينماتكس مش جيم بلاي فوتج. المهم هنشوف في اللقطات دي أكتر من مكان هنلعب فيهم خلال القصة بتاعتنا، زي نيويورك اللي بنشوف فيها جسر بروكلين طبعًا الشهير، فإحنا عرفنا إن إحنا في نيويورك، وزي القاهرة اللي بنشوف فيها الأهرامات، أبراج الحمام والمباني اللي هي بالطوب الأحمر بتاعتنا في مصر دي، يعني دي من العلامات المميزة عندنا في مصر ما أعتقدش حد يعرف إن هو يخطئها يعني، وأكتر من مكان تانيين لكن صعب إن إحنا نتنبأ بيهم لأنهم أماكن generic أوي زي الجبال المتغطية تلج أو السد اللي بيتضرب ده وبيتدمر. بما إننا جبنا سيرة المباني اللي بتتضرب وبتتدمر فلازم نتكلم عن نظام الdestruction اللي مشهورة بيه السلسلة دي من زمان، واللي تم إبرازه أكتر من مرة في التريلر ده، زي البرج اللي بيتضرب وبيتدمر أو زي السد اللي كلمتكم عنه من شوية أو زي جسر بروكلين اللي بيتضرب برضه في واحدة من أفضل اللقطات اللي في التريلر. كمان اللعبة وضحت لنا إن هيبقى في تنوع في الجيم بلاي لأنك هتقدر تلعب بطيارات، دبابات، بيتش باجيز، سفن، لأن كان في لقطة كده فيها إنزال بحري كده محمساني جدًا هاحاول أحطها لكم على الشاشة دلوقتي، بتفكرني بألعاب قديمة كده. كمان اللعبة ورتنا كذا فصيل ممكن نلعب بيهم أو كذا سلاح، زي ممكن تلعب stealth أو ممكن تلعب بسنايبر، ممكن تلعب بالأسلحة اللي هي مضادة للطيران، وغيرهم كتير جدًا ظهروا في اللعبة، لكن كل ده توقعات وتسريبات لسه ما فيش حاجة مؤكدة لحد دلوقتي. نيجي بقى للحتة المفضلة عندي وهي مصر زي ما أنتم عارفين، واللي ظهرت أكتر من مرة في التريلر، وظهر منها مظاهر كتيرة جدًا فوق ما أنتم تتخيلوا، ففعلًا التسريبات اللي طلعت قبل كده كلها تقريبًا طلعت حقيقية. فتعالوا بقى نمسكهم واحدة واحدة ونفصل كل تفصيلة مصرية في التريلر. أول لقطة فيها مصر في التريلر دي هي اللقطة اللي فيها الدبابة تبع الباكس أرماتا وهي بتضرب مبنى فيه جنود مصريين، واضح جدًا إنهم مصريين من لبسهم، واضح جدًا إنها مصر من شكل الشوارع واليُفط والنخل اللي مالي المشهد. بعده على طول في مشهد تاني في واحد من المجموعة اللي هي باكس أرماتا دي بيطلع فوق سور مكتوب عليه كلام بالعربي أو برضه للدقة هي حروف عربي، بس أنا بصراحة مش قادر أجمّع إيه الكلمة، بس تقريبًا دي مش عارف كلمة زي أحمد أو حاجة زي كده، وفي تحت الكلمة دي تحت على الأرض زبالة. للأسف يعني. المهم في كمان مشهد اللي فيه باتل بتكون في الصحرا وبنلعب بيها بدبابات، واضح جدًا عليها إنها مصرية وبتتعرض لقصف كده. نيجي بقى بعد كده لأطول لقطة ظهرت لمصر في التريلر ده كله، اللي هي 10 ثواني تقريبًا ورا بعض من غير أي مشاهد في أي مكان تاني في النُص، وبيظهر لك فيهم عناصر مصرية كتيرة جدًا، زي المباني وأشكالها المنتشرة كتير عندنا في مصر، أبراج الحمام زي ما قُلت لكم، الجنود المصريين بلبس الصعقة المصري، وفي الخلفية الأهرامات منورة وواضحة وضوح الشمس. بعدها بتيجي لقطة لجندي مصري وهو بيعمل حركة الclub المشهورة في السلسلة، بالذات في Battlefield 1 بس هو بيعملها بhammer على واحد من المجموعة اللي هي باكس أرماتا دي. بعد كده الكاميرا بتقرّب عليه شوية فبنلاقيه لابس الpony hat بتاعة الsnipers دي،
وراه في المشهد كده نخلة ومئذنة جامع، ودي نقطة مش مريحاني أوي بصراحة، لكننا هنتكلم عليها في آخر الفيديو. في كمان بعده مشهد صغير كده فيه دبابة مصرية وهي بتدمر بيت أو حاجة أو مبنى معين وبتخرج منه، وده طبعا دليل على نظام الديستراكشن وتطوره في اللعبة دي زي ما قلت لكم. وفي آخر مشهد للعبة في مصر بتبان فيه قوات الباكس أرماتا وهي بتقتحم مكان مش واضح هو إيه بالظبط، لكن من الشكل العام والرسومات والباترنز اللي موجودة على الأرض والباب واضح إن الحاجة دي أو المكان ده مكان إسلامي، ممكن يبقى متحف، ممكن قلعة، ممكن مسجد. فبصراحة مش عارف أتحمس للعبة علشان أحداثها بتدور في مصر ولا أخاف منها لنفس سبب حماسي ده. وبس كده، دي تقريبا كل حاجة اتعرضت عن مصر في التريلر اللي احنا شفناه لحد دلوقتي. نيجي بقى للجزء الأخير في الفيديو، هو الخلاصة ورأيي الشخصي. بصراحة أنا شايف إن Battlefield 6 لازم تكون لعبة كويسة وما ينفعش تخيش خالص، خصوصًا بعد العك اللي حصل في آخر جزء من اللعبة، وEA نفسها عارفة ده، وعارفة إن أي غلطة حتى لو كانت بسيطة ممكن تودي السلسلة دي كلها في 60 داهية. فعلشان كده لعبوها safe وما عملوش الجزء ده مستقبلي ولا فيه حاجات غريبة، وعملوا اللعبة في الوقت الحالي وبعدوا عن التخلُّف بقى بتاع الdrones والtech والhacking والعبط ده. فحاجة كويسة إننا نرجع نلعب ألعاب Battlefield اللي إحنا بنحبها بالطريقة الكلاسيك بتاعتنا اللي إحنا كلنا حبينا اللعبة دي علشانها أصلًا، وكانت سبب لتفضيل جزء كبير جدًا مننا لBattlefield على Call of Duty. حاجة كمان عاجباني في اللعبة دي إن في تسريبات كتيرة بتقول إن الcampaign أو القصة في الجزء ده هتكون طويلة، ممكن تمتد ل10 ساعات كاملين. 10 ساعات كاملين ده في Battlefield ده جزء كبير، لإن أقرب لعبة ليها أصلًا بنتكلم كوقت لعب للcampaign كانت Battlefield 1 تقريبًا بقصة 6 ساعات، فدي 10 ساعات، ففي فرق 4 ساعات كاملين، ده فرق كبير جدًا، ودي حاجة محمسة جدًا ليّا بصراحة، خصوصًا إن أنا من محبين الcampaigns في ألعاب الshooting. كمان الأسلحة وتنوعها من الحاجات اللي محمساني جدًا إن أنا أجرب اللعبة دي وألعبها. حاجة كمان محمساني إن اللعبة هتدعم اللغة العربية زي ما هو موجود وتم تأكيده على صفحة اللعبة على Steam، خصوصًا إن إحنا مع تعريب ودبلجة الألعاب دي. لعبة Battlefield 1 كانت من أفضل الألعاب اللي حصل فيها دبلجة، حتى كانت باللغة العربية الفصحى، لإن أنا عارف إن مش كل الناس بتتقبل العامية المصرية في الدبلجة بتاعة الألعاب، فدي كانت بترجمة عربية فصحى، فبصراحة كانت حاجة لذيذة جدًا. يوما ما سينتهي كل ذلك، ستنتهي الحرب التي ستنهي كل الحروب. ده غير طبعًا إن اللعبة في أحداث كتيرة منها جدًا هتدور في مصر، وبما إني مصري فأكيد دي حاجة مخلّياني مستني أجربها بفارغ الصبر، لكني قلقان منها برضه زي ما قُلت لكم، خوفًا من إن يحصل لها أي منع في المنطقة أو حاجة. وسبب قلقي الأكبر هو نظام الdestruction اللي موجود في ألعاب Battlefield، واللي هو حاجة من الحاجات اللي باحبها في اللعبة أصلًا وبتدّيك إحساس بالواقعية، لكننا دلوقتي في مصر، يعني هيبقى في تدمير لآثار أو لمباني مهمة عندنا إحنا كمصريين، زي بقى معابد أو زي حاجات مثلًا فرعونية أو الأهرامات أو كده، أو الأسوأ من ده وهو اقتحام وتدمير للمساجد، لأن اللعبة فيها مساجد زي ما إحنا ذكرنا من شوية في تحليل التريلر. فحقيقة أنا لحد دلوقتي مش عارف أتحمس والّا أخاف. لأ، إذا كان كده بقى هابدأ أخاف. $80 في لعبة، أنا شايف إن ده رقم كبير، وللأسف خلاص تقريبًا كل الألعاب هتبقى بالسعر ده، وكل الألعاب اللي نازلة هتبقى بالسعر ده إن ما كانتش أعلى من كده. فبصراحة دي حاجة مستفزة جدًا بالنسبة لي، لأن أغلب الألعاب اللي أنا باشتريها أو كل الألعاب اللي أنا باشتريها store أوروبي، فبيكون في زيادة كمان 10€ على المبالغ دي. فطبعًا يعني رقم برضه مش حاجة بسيطة إن أنت تروح تدفع 90 أو 95€ في لعبة واللعبة دي اللي هي الedition العادية جدًا. فدي بصراحة حاجة كفيلة إنها تقفلني من كل الألعاب اللي هتنزل بالسعر ده في المستقبل. طبعًا الكلام دي مش ليك أنتِ. أغلب الأخبار كمان بتقول إن اللعبة خلاص هتصدر يوم 10 أكتوبر اللي جاي ده على طول، مع الكشف عن الأونلاين يوم 31 يوليو اللي هو كمان كام يوم من ساعة نزول الفيديو. وأعتقد هيبقى في إعلان عن ماب أونلاين كبيرة جدًا ومهمة جدًا هتبقى في مصر، ده بالإضافة كمان إن هيبقى في open beta أو تجربة مفتوحة لكل اللاعبين يوم 4 أغسطس اللي جاي ده، اللي هو عيد ميلادي يعني في المناسبة، فشكرًا Battlefield وهدية مقبولة يعني مقدمًا. بس وأدينا مستنيين نجرب اللعبة ونحكم بنفسنا، وأنت مستني كده بقى ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي كومنت عن رأيك في لعبة Battlefield 6، طبعًا أفكار فيديوهات عايز أشوفها في الفترة اللي جاية. وبس كده، في النهاية خلّوا بالكم من نفسكم، سلام. تقول لي صباح الفل على إيه؟ هو أنا باصبّح عليك؟ أنا عايزك تقول رأيك على الفيديو.